والحاجات اللي تم الكشف عنها مفاجئة، كلها حاجات باستخدام الاي اي داخل جوه الكور بتاع الجهاز في السوفت وير نفسه. اكتر سلسله انا بتحمس لها، ويمكن مش انا لوحدي اللي بتحمس، يمكن العالم كله كمان بيتحمس لها، عائله الريلمي رقم. ودلوقتي احنا مع موعد مع الريلمي 13 برو بلس اللي فيه شويه مواصفات جامده جدا تم الاعلان عنها قبل موعد نزوله، وتخلونا نتكلم انا وانتم عنهم شويه ونشوف ايه اللي نامل انه يكون موجود في الجهاز الجديد. فلايك جميل منك وسبسكرايب رايق ويلا بينا. ريلمي كانت عامله مؤتمر في الصين ادوا فيه لبعض اليوتيوبر نسخه موك اب عشان اليوتيوبر دول يجربوها ويدي تجربه كده، بحيث ان هو تشويق للناس بالجهاز الجديد. ومن ضمن الناس اللي خدوا النسخه الموك اب دي كان واحد اسمه ليم، ده يوتيوبر بيعمل ريفيوهات عن الموبايلات وكده، وهو يوتيوبر ماليزي وقدر يحصل على النسخه دي شبه ما قلت لك. بس المضحك هنا ان ريلمي مدينها له بكيدز مود، إن عشان طبعا ما يعرفش يكشف عن اي مواصفات داخليه للجهاز غير الحاجات الخارجيه اللي ظاهره قدامنا والسنسورات الجديده اللي في الكاميرات. السنسور الاساسي اللي هينزل في الريلمي 13 برو بلس هيكون سنسور من سوني، اول مره ينزل في اي جهاز في العالم. سنسور اسمه LYT 701، ده سنسور جديد بالكامل لسه ما نزلش في اي جهاز تاني. وريلمي اتخلت عن السنسور التليفوتو اللي كان 64 ميجا بكسل في الريلمي 12 برو بلس وعوضته هنا بسنسور 50 ميجا بكسل برضه من سوني LYT 600. ومفيش اي معلومه عن السنسور الالترا وايد، يا ترى هيكون 8 ميجا بكسل ولا 12 ميجا بكسل، ما اعلنوش عنه. بس طبعا التركيز كان على السنسورات الاساسيه اللي ريلمي بقت متميزه بيهم في الفئه المتوسطه. السنسور التليفوتو ده هيديك 3x اوبتيكال زوم و6x لوزلس زوم شبه الريلمي 12 برو بلس، والصور اللي بتطلع منه لحد دلوقتي من النسخه الموك اب حاجه عظمه. كفايه انك شايف تحديد الاطراف والمعالجه اللي بتطلع منه بتكون عامله ازاي. يعني من الواضح الاثنين سنسورز دول هينقلوا تجربه التصوير في حته تانية عن الريلمي 12 اللي كان اصلا طفره في التصوير. كان اول جهاز ينزل بسنسور تليفوتو 64 ميجا بكسل. النسخه دي طبعا مخفي عنها اي معلومات، مدينها له بظهر ازاز عشان يكون طبعا مخفي عنها اي معلومات او شكل التصميم هيكون عامل ازاي. هو الجهاز هيتم الاعلان عنه بشكل رسمي في شهر 8 اللي جاي، بس ممكن نستنتج من الشكل اللي قدامنا ده ان التصميم هيكون قريب من الريلمي 12 برو بلس، مش هيكون بينهم اختلاف كبير. ومن اللي انا شايفه من النسخه دي ان ممكن ينزل منه نسخه ازاز مش ظهر جلد شبه ما اتعودنا في الريلمي 12 والريلمي 11، او ممكن تكون النسخه دي عشان هي نسخه موك اب فمديانه بظهر ازاز عشان طبعا مش هيديها له بظهر جلد. بس انا حاسس ان هيبقى فيه بالانس كده، هيبقى فيه نسخه بظهر ازاز ونسخه بظهر جلد. هل انتم متوقعين ايه اللي هينزل؟ وحلقه بوكس الكاميرات دي اللي كانت برضه شبه الريلمي 12 برو بلس واللي كانت بالتعاون مع رولكس، بس في الفرق هنا بقى خط اصفر كده مكتوب عليه هايبر ايمج بلس سيستم. والحاجات اللي تم الكشف عنها مفاجئه، كلها حاجات باستخدام الاي اي داخل جوه الكور بتاع الجهاز في السوفت وير نفسه. ميزه زي الريلمي اي اي الترا كليرنج، ودي وظيفتها ان هي تاخد كل بكسل من الصوره وتقعد تعالجه لحد ما تطلعه بجوده عاليه. يعني شوف الصوره دي من اعلان ريلمي، وده هيكون في الصور العريضه اللي هو انت عشان تزوم فيها فتحس ان التفاصيل ما قلتش والجوده لسه عاليه. يعني عارف انت لما بتزوم في صوره بتحس انها بكسلت وجودتها قلت. الريلمي اي الترا كليرنج ده معمول عشان الحته دي، ان انت لما تزوم في الصوره لا جودتها ما تقلش. او الريموف سبجكت، ودي بتشيل اي حاجه انت مش عايزها من الصوره، اشخاص، حاجه عاديه مش عايزها تبان في الصوره هتشيلها، وبطريقه بقى مش شبه البرامج اللي هي باستخدام الذكاء الصناعي بتديك نتائج ممتازه جدا اكنها حقيقيه، انت لدرجه انك مش هتعرف تميز ما بينها اذا كانت الصوره دي كده ولا متعدل عليها. والمميز ان الحاجات دي مش هتحتاج انك تكون متوصل بالنت مثلا عشان تقدر تعملها، دي حاجه جوه السوفت وير بتاع الجهاز نفسه. وريلمي بتقول لك وداعا بقى انك تاخد صوره ويبقى في حد الفوكس مش موجود عنه. لما بتصور ناس ويكون مجموعه معاك بيطلع معاك صور كده ان هو الحد الفوكس مش مظبوط عليه، حد جاي وشه بلوري. ريلمي بتقول لك الكلام ده ما عادش هيحصل. واضح ان الجهاز ده هينقل تجربه التصوير في حته ثالثه عن ما احنا متعودين عليه، حتى كمان على صعيد اجهزه الفلاج شيب. يعني الحاجات دي تقريبا محدوده جدا في اجهزه جوجل وسامسونج، واللي هو اجهزه سعرها $1000. بس للاسف ريلمي ما اعلنتش اي معالج هيتم استخدامه في الجهاز ده. يعني الريلمي 12 كان جايب السناب دراجون 7 اس جين 2، كان تطور طبعا عن الجيل اللي فات منه اللي كان جايب الدايمنستي 7050. وانا كنت متوقع ان ريلمي في الجهاز الجديد هتقدم تطور في الاداء شويه، وكان توقعي الكبير رايح ناحيه الدايمنستي 7200 الترا اللي كان نزل في الريدمي نوت 13 برو بلس من شاومي لو تفتكر. وكنت مقلق من الحته دي جامد. ليه بقى؟ خلينا متفقين ان معالجات سناب دراجون في معالجه الصور بتكون افضل من اي معالج تاني في الفئه دي. انا شايف معالجات دايمنستي منها اكتر معالجات العاب عن ما هي اكتر معالجات تنفع لمعالجه الصور. هل انتم متفقين معايا في النقطه دي ولا تختلفوا معايا فيها؟ ولكن بعد ما شفت السنسورات الجديده دي قلت لا، اكيد ريلمي مش هتعمل كده، مش هتضيع السنسورات دي بالمعالج ده. وبقيت شايف دلوقتي ان هما ممكن ينزلوا بالسناب دراجون 7 بلس جين 3، المعالج اللي نزل في الريلمي جي تي 6 تي واللي اداؤه كان قريب من السناب
سناب دراجون 8 اس جين 3. ما توقعتش ان هم يحطوا السناب دراجون 8 اس جين 3 في الجهاز ده، قلت لا مش هيعلوا طبعا بالفئه دي في الاداء، بقيت من دلوقتي متوجه ناحيه السناب دراجون 7 بلس جين 3. فبتمنى بجد ان هم يعملوا الحركه دي وما يغيروهاش ويجيبوا معالج تاني. هل انت شايف ايه؟ هل ممكن ريلمي اصلا ما تغيرش المعالج وتنزل بنفس المعالج القديم اللي كان في النسخه اللي فاتت، ولا انت متوقع ان هي ممكن تغير المعالج؟ يا ريت تكتب لي في الكومنت لان انا عايز اعرف ارائكم برضه، نتكلم كده شويه انا وانت. على الجنب التاني بقى، والحاجه اللي مسببه لي احباط لحد دلوقتي وهي الشاشه. انا خايف ان ريلمي تنزل بنفس الشاشه اللي نزلتها في الريلمي 12 برو بلس، اللي كانت هي برضه نفس الشاشه اللي نزلتها في الريلمي 11 برو بلس. وانا بقول لكم من دلوقتي لو ريلمي عملت الحركه النكسه دي انا مش هرشح الجهاز ده لاي حد. وطبعا لو عملتها اوبو في الاوبو رينو 12 اكيد هتعملها. ده كفايه ان اوبو نزلت لك الجهاز ال11 هو نفس الجهاز الرينو 10، ما غيرتش في اي حاجه. الشاشه دي كان سطوعها قليل جدا وسط المنافسين في الفتره اللي نزلت فيها، كان 950 شمعه، وكمان كثافه بكسلاتها كانت قليله برضه 394 بكسل لكل انش. فيا رب ريلمي ما تعملش الحركه دي، لانه باين انه من النسخ الموكب ريلمي ما غيرتش حاجه في الشاشه، والفريم برضه لسه من البلاستيك شبه ما في الريلمي 12 برو بلس. يعني مش هيكون تغيير كبير قوي بالنسبه للتصميم شبه ما حصل مع الريلمي 11 والريلمي 12. مش هتتوقع النقله الجباره اللي هي، الا لو نزلوا النسخه بظهر ازاز شبه ما قلت لك. وبس ده كان كل الجديد عن الريلمي 13 برو بلس. وطبعا اول ما ينزل هتلاقي فيه مراجعه شامله عنه شبه ما عملنا مع الريلمي 12 اللي هيظهر لك في الاول اللي فوق ده، كانت مراجعه شامله كل حاجه حرفيا. فاعمل سبسكرايب عشان اول ما الفيديو ينزل هتلاقي فيديو معمول عنه على طول. وبس انا نزلت الفيديو ده عشان احمسكم معايا للجهاز الجديد، فما تنسانيش من الشير واللايك والسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام يا صديقي.